إحنا جوّه كده. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم عاملين إيه جميعًا؟ أي subscriber ممكن invite؟ لأ، بس يا ريت. ما إحنا عادي السلام عليكم وأنا بابدأ بالسلام عليكم عادي. يا ريت، يا ريت، يا ريت، يا ريت، يا ريت يا عمري ما حبيت. أولًا ندعي إخواتنا في الجزاير، فقدنا امبارح 3 من الشباب مشجعين وليدة الجزاير، نتمنى الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويرحمهم يا رب ويصبّر أهاليهم، وإن شاء الله، إن شاء الله يقوّم بالسلامة الناس اللي في المستشفى في حالة خطرة أو في المستشفى عامةً يعني، أتمنى إن هم يقوموا بالسلامة ويبقوا كويسين. بداية كده الموضوع لا يحتمل أي هزار وأي وأي شيء غير الجد في الوقت ده. إحنا كده نبقى بنهرّج، كده أنت لا عايز تلعب في النادي الأهلي ولا عايز يبقى ليك إرث في النادي الأهلي، ولا أنت شخص ت يعني ذو قيمة جوّه النادي الأهلي. أنا راجل بسيط مشجع أهلاوي باتفرّج على الأهلي عشان أتبسط وأضحك، وقُلتها قبل كده، أتبسط وأبقى فرحان، ألوم على الإدارة اللي اتأخّرت في إن هي تمشّي كولر، ألوم على الإدارة في تكاسُل عن بعض اللاعبين اللي المفروض يمشوا وما مشيوش، ده تكاسُل. لمّا يبقى في حاجة زي دي خلّي عندك دَم، حلو؟ خلّي عندك دَم. عايز تخرج تتفسّح براحتك طبعًا، أنا ما ينفعش إن أنا آجي كواحد من الجمهور أحكُم عليك، لإن أنا لمّا بابقى متضايق باخرج، بس خلّي في شوية دَم. يعني يا عم انزل اعمل اللي عليك في الملعب واعمل اللي أنت عايزه، حلو؟ حقك إنك تخرج، حقك، أنا ما قُلتلكش لأ، حقك إنك تخرج وحقك إنك تتبسط، رايح مكان أول مرّة تروحه وحقك برضه، ولكن خلّي في شوية إحساس بالمسؤولية، شوية إحساس، شوية كده شوية من الأحمر، شبه اللي أنتم بتلبسوه ومش حاسين قيمته. رايحين مهرجان، مهرجان، أنت الوحيد اللي ما جبتش جون، أنت الوحيد اللي ما جبتش جون من الفرق العربية المشاركة، وتزعلوا من الجماهير. ما هو طب ما طبيعي يعني، أنا هاشوفك يا عم أنت زي ما قُلت لك، عشان بس ما تاخدش الكلام عليّا وتقول لي أنا حقي أعمل اللي أنا عايزه. أنا باقول لك ده حقك تعمل اللي أنت عايزه، حقك. ما حدش يقدر ييجي يلومك، ما حدش يقدر ييجي يقول لك لأ مش حقك تنزل تعمل shopping في ده أنت واخد راحة. يا عم اعمل ما بدالك، حقك، وضعك يسمح لك، أنت في أحسن نادي في أفريقيا، ومش من حقك تزعل لو الجماهير انتقدت إن أنت مش هَمّك بقى أي حاجة، وخلاص الماتش اللي جاي ده هو تحصيل حاصل، فأنت رايح تخسر كده، فإيه يعني لمّا ننزل نشتري شوية حاجات؟ يا عم أنا ما عنديش مشكلة انزل اشتري، انزل اشتري. يا عم طب ما تخلّص البطولة وانزل اشتري. هو حد ضربك على إيدك يا عم؟ هو حد قال لك ما تروحش تشتري حاجة؟ انزل اشتري يا بابا، انزل اشتري واتبسط، بس حِس بالناس، قدّر النعمة اللي في إيدك لا تزول. الناس متضايقة وعلى آخرها يا أخي. أجواء اللي أنتم عاملينها دي ظالمة لبتاع 5، 6 لعيبة مهمين، وبجد عندهم محررة وعندهم حُرقة كده، أنا عايز أنزل أكسب. ما فيش حد بيساعدهم، منهم وسام اللي الناس يعني قطّعت في جلده، وأنا معاهم، أنا معاهم إن هي غلطة لا تُغتفر، بس خلاص غلط. ده الوحيد اللي بيلعب بقلب في كل حاجة. غلط، مش مركّز. ما تلومش عليه، لوم على المدرب اللي قاعد برّه وما خرجوش. لوم على المدرب اللي بينزّله دايمًا أساسي وهو مش في كامل تركيزه، والّا تريزيجيه اللي من ساعة ما ضيّع البيلين خلاص وهو فاقد الأهلية يا عيني، وفاقد الأمل، وفاقد كل حاجة، وفاقد شغفه، وفاقد ماشي بنور الله كده في الملعب، ما بيعملش حاجة، ماشي بنور الله في الملعب، ما جاش. يعني هو ما دخلش الملعب، هو ما جاش ماتش بالميراس. ده شيء سيء. إحنا بنقدّم يعني أسوأ أداء كروي اتشاف
من فتره كبيره. هو الاسم ايه؟ النادي الاهلي، ومعاه بقى ايه؟ تريزيجيه، ومعاه بن شرقي، ومعاه زيزو، ومعاه قفشه، ومعاه مش عارف مين، ومعاه وسام، ومعاه جراديشار، ومعاه يحيى عطيه الله واشرف داري، ومعاه محمد بن رمضان، ومعاه مروان عطيه، ومعاه حمدي اسماء تسمعها ايه ده؟ تتخض. دول هينزلوا ياكلونا يا عم. ده ايه ده؟ انت الاهلي رايح يحارب؟ في الحقيقه بلح بلح. لا بيودوا حاجة ولا بيجيبوا حاجة ولا بيشيلوا حاجة. هم فيهم بتاع 4 5 بينزلوا عندهم حرقة عايزين يكسبوا. يا عم ما بلومش على اللعيبة على قد ما بلوم على الإدارة في إن هي اتأخرت في القرار إن هي تمشي كولر، اتأخرت في الصفقات. المفروض كانت تتعمل من يناير واللعيبة دي تلعب شوية. اتأخرت في إن هي تدور على مدرب، وفي الاخر راحت جابت واحد مغمور احنا لا نعلم عنه شيء. انا اسف يعني، انا اسف. خوسيه ريفيرو ده درب مين او فرقه قويه او فرقه كبيره في افريقيا غير اورلاندو بايرتس؟ خوسيه ريفيرو ده احنا ما نعرفوش. مدرب اي كلام، شفتلوش لقطه. اما ان احنا لعبنا شوط واحد في بطوله كامله 3 ماتشات يا مؤمن. لعبت شوط واحد في ال3 ماتشات. طيب لعبت اول شوط بتاع انتر ميامي كويس، عرفت ان انت هتتعب في الشوط التاني، الماتش التاني تتعلم. لا، نفس الاخطاء نفس الغلطات. يا راجل بالميراس راحت عليك بكام كوره؟ بكام كوره؟ ايه 2 3 4 5 6 طول الماتش. طول الماتش راحوا ب3 4 هجمات. ما عملتش اي حاجه. انت ما عملتش اي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا بقى نتكلم عن الكوميديانات اللي طالعين بقى في الصوره جديد دول. يا استاذي العزيز، روح خد لك ورشه ستاند اب كوميدي ما دام انت كوميدي جدا كده. وقال له حبيبي الخوف مش من تومورو، الخوف من افتر تومورو، واللذاذه الجميله دي، الافات الحلوه الجميله اللي بتطلع منك. انا شخصيا بحبك، للاسف انا بحبك. معلق لك صوره هنا اهي، قفشه اهو. بحبك، بس لو انت هتقلبها كوميديا روح خد لك ورشه تمثيل، اطلع على اي تياترو او اي مسرح، خد لك ورشه تمثيل او ورشه ستاند اب كوميدي واطلع قدم ستاند اب كوميدي للناس. كده كده احنا مش هنتفرج على اي على اي حاجه مش هنتفرج في القهوه. احنا هنتفرج في البيت الساعه 4 الفجر. عندي شيف. قول لنا الخطه اللي ممكن يبدا بيها الماتش، مع ان انا شاكك ان هو مش هيعمل اي حاجه جديده. والله يعني انا شكل المدرب اللي احنا معانا ده بدأ يعلن عليه، هو الواضح كده ان هو مش هيغير الكام ماتش دول. يعني هو دي حلو يلعب بنفس، مع اننا تكسب 2-0 وبالميراس تكسب انتر ميامي 2 ولا 3، فاهم انت؟ عشان تصعد وتريح دماغك. فده قصه يعني، انت تلعب لسه في امل، هو لو 1% ده لسه في امل. فاحنا انا شايف ان احنا المفروض نهاجم يعني. فتلعب بقى ايه؟ تلعب كل تزق كل قدام وتهاجم. قصه بقى تلعب بالبندرين دي مش هتنفع الماتش الجاي. تلعب بكره. السلام عليكم.